السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل البسبوسة بطريقة جميلة جدا وسهلة، اي حد يقدر يعملها. تابعوا معايا الطريقة النهائية وان شاء الله تطلعوا بنتيجة كويسة. انا ندى احمد، لو اول مرة تشوفوني ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو ده. زي ما انتم شايفين كده جمال البسبوسة بتبقى بخطوات بسيطة جدا. تعالوا نقول بسم الله ونبتدي الطريق. معايا هنا زي ما انتم شايفين دي الصينية اللي انا هحط فيها دهنها بالسمنة كويس جدا وهركنها على جنب. وتعالوا نشوف المكونات. معايا كوباية من السكر البودر، معايا كوباية الا ربع من جوز الهند، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. ومعايا كوباية الا ربع، هي اكتر من الربع شوية كمان، سمنة. زي ما انتم شايفين احنا ما ينفعش نحط السمنة مثلا تكون بدرجة حرارة الغرفة ونحطها في الكوباية ونقول لا هي كده كوباية الا ربع. لا، احنا المفروض نسيحها عشان نعرف المقدار اللي احنا حاطينه. انت لو حطيتيها كده وجيت تسيحها هتلاقيها اقل، فالمفروض تكوني ايه ظابطة المعيار ده. او لو انت ماشية بالجرامات دي حاجة تانية. قلبناها كويس جدا، هنزل عليها بالسمنة زي ما انتم شايفين. دي كوباية الا ربع سمنة سايحة زي ما انتم شايفين كده. دي سمنة بلدي على سمنة من اللي هي روابي، جنة، اي نوع تاني يعني انت تحبيه. ومعايا هنا طبعا اللبن ده دافي، حاطه فيه معلقة من عسل الجلوكوز. بتفرق معاكي جدا في الطعم وفي قوام البسبوسة. زي ما انتم شايفين المفروض ده يكون القوام المناسب، واحنا مش بنعملها كتير، مش بنعجن فيها، احنا يدوب بس بنمشي المكونات السائلة فيها. زي ما انتم شايفين كده هي مظبوطة جدا معايا. هندخلها الفرن على الرف اللي قبل الاخير، يعني ايه، حطها على الشبكة في الرف اللي قبل الاخير. هتاخد معاكي تلت ساعة. ولعي الشواية من فوق وهديها، وولعي الفرن من تحت ويكون مش عالي قوي، يعني اقل من العالي حاجة بسيطة. ودي بتكون النتيجة طبعا. وبننزل عليها بالشربات. شايفين انا بحط الشربات مش بلاقيها، وده اول حاجة تبين لك ان البسبوسة بتاعتك ناجحة، ان انت تحطي الشربات ينزل كده على طول. ما شاء الله هنا هي شربت الشربات اللي معايا. انا كنت حاطه لها كوبايتين سكر وعليهم كوبايتين ميه، فاض منهم شويه صغيرين. المعيار المناسب لنص كيلو البسبوسه ده نص كيلو، المفروض تحط كوبايه ونص سكر وعليهم كوبايه ونص ميه. ده بيكون ايه قوامها المناسب معاكي. فانت لو حابه تزودي عشان لو احتجتي، لان انا فعلا احتجت وما فاتش غير شويه صغيرين. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو ده. شايفين بقى جمال البسبوسه وحلاوه البسبوسه وكمان مرمله جدا. بتمنى ان انتوا يعني بس منكم الدعم والتقدير للفيديوهات دي، لان انا بتعب فيها جدا. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رجب. وان شاء الله تتعاد عليكم الايام بخير، ويا رب دايما تكونوا في احسن حال. ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه. تعالوا بقى نشوف البسبوسة بتاعتنا وترميلتها وجمالها. شايفين هي بتتكلم عن نفسها. طبعا انت حابة تزينيها من فوق بسوداني، بفستق، بلوز، اي حاجة انت حابة تزودي بيها مفيش مشكلة. انا هنا كنت حباها سادة فعملتها سادة. انت الطريقة اللي انت تحبيها اعملي بيها. شايفين بقى هي البسبوسة هنا بتتكلم عن نفسها، عن جمالها وحلاوتها. حابة تزودي سكر براحتك، حابة تقلليه براحتك. نكهة السكر دي بترجع اللي انت بتحبي نسبة السكر قد ايه. بس البسبوسة هنا مظبوطة معايا جدا. وانا كده خلاص وصلت لنهاية الفيديو. انتظرونا في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.